السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. النهاردة ان شاء الله هنصور روتين، وعايزاكم ما تتخضوش من المنظر، وهقول لكم ايه الاسباب اللي خلت شقتي وصلت للدرجة دي. خلوكم معايا خطوة بخطوة. واول حاجة اعملوا لايك واشتركوا في القناة. زي ما انتم شايفين اوضة الاطفال دخلت في اعصار، وكل حاجة من مكانها متحركة، وكتب وشنط ودنيا بايظة. انا امبارح ما عملتش حاجه خالص في البيت، بنتي تعبانه وقلت مش هعمل حاجه، يعني غصب عني قعدت بيها. وبرضو حتى المطبخ دخلت عملت الاكل، وما عملتش حاجه تانية اكتر من كده. هو يوم امبارح ان انا طبخت وكلنا وشلت الاكل مكاننا وخلاص على كده. حتى العيال سبتهم ذاكروا لوحدهم، ما ذاكرتش معاهم. اول حاجه هبدا معاكم كده، هعمل كم يعني ليا انا والعيال ينسون، وبعد كده هنشوفوا هنعمل ايه. انا هاخدها واروح اوديها عند ماما واجيب فطار بعد ما اشرب اليانسون. ما هو انا مش هفضل قاعده وحاطه ايدي على خدي، ما انا لازم اخلص. خدتها ورحت وديتها عند ماما. انا كده عند ماما، المطعم في وشها، جبت منه فطار وخدت الفطار ورحت فطرت انا وعيالي. جبت سندوتشات عشان مش لسه بقى ايه هحضر فطار واضيع وقتي. انا عايزه انجز في اسرع وقت وهي عند ماما قبل ما تيجي، علشان خاطر ما غيبهاش عند ماما، عشان برضو هي تعبانه. انا مش هاجي عليها ولا هاجي على البيت ولا على اي حاجه، فهسيبها كام ساعه عند ماما. لما اروح هبدا اول حاجه هعملها بعد ما فطرنا، هبتدي الم الغسيل وهدخله، مش هطبقه. انا قلت لكم انا هنجز على قد ما اقدر علشان الحقها قبل ما اغيب عليها وكده، عشان برضو هي بترضع طبيعي فما بتاكلش على قد كده، فانا مش هقدر اتاخر عنها جامد. ما هو انا بقى انا معلش، انا غصب عني، انا مش مهمله ولا ام مفتريه عشان اسيب بنتي عند ماما طول النهار، بس هو الظروف بتحكم علينا. هبتدي اول حاجه بقى اطلع البطاطين اللي عايزه تشمس. الشمس اليوم ده كانت جميله. وهطبق الدفايه دي بنغطوا بيها كده واحنا سهرانين بالليل. وهشيل بقى والم كده مكان ما فطرنا. وعايزاكم بقى دعوه حلوه كده لبنتي عشان معاها دور جامد شويه، بس الحمد لله على كل حال. جوري طبعا الصغيره اللي انتوا بتشوفوها معايا في الفيديوهات على طول. الكرسي ده بابانا منجد وكان عامله الليان. ابتدي بقى من هنا ان هم عندهم درس، وانا معرفتش احفظهم امبارح بحكم ان جوري كانت تعبانه وكانت متقريفه ومقريفاني معاها، فهبتدي بقى ايه احفظهم برضو وانا شغاله. هشيل الشيلات كده وانفضها وانفض تحتيها علشان خاطر زي ما قلت لكم حفظ برضو ليانه. هي جابت المصحف، هفتح الصوره اللي هي عليها واحط المصحف جنبي واقراها وانا شغاله. هزق بقى الركنه كده، وكل ده يعني ليان بتقول وانا بقول وراها، وخدي يا ليان حطي دي مكانها وهاتي دي من مكانها ونوليني كذا. وبرده حمزه برده كان قاعد بيذاكر، واليوم ده برده كان تقريبا عندهم تمرين. وجالي ضيوف مفاجئ، فمضطره ان انا اخلص كل اللي ورايا بسرعه. هو فعلا حماتي دايما تقول لي مثال: اكنس بيتك ورش وما تعرف مين يخش. انا فعلا لو قرأت الشقه من هنا ولقيت ضيوف طبوا عليا فجاه. هرص بقى الشيلات بعد ما نفضتها وكنست تحت الركنه. بجد انا كنت عايزه اخلص باي طريقه. انا مجريه الفيديو ومسرعه الوقت عشان خاطر ما اطولش عليكم. وحطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اهم حاجه تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسوش تعملوا لي تعليق كويس منكم علشان خاطر بيشجعني بجد بجد. تعليقاتكم بترفع من روحي المعنويه وبتخليني اعمل على طول واكرر اعمل روتين واجدد من نفسي واعمل اي حاجه. المهم ان انا ابقى موجوده معاكم في القناه. هفرش بقى السجاده بقى بعد ما كنست. احنا في الشتاء طبعا البلاط ما بيتمسحش باستمرار، ومفيش تراب على قد كده، مجرد بس ايه الورق والحاجات مكان الاولاد. انتوا عارفين طبعا البيت اللي بيبقى فيه اولاد بيبقى مكركب ازاي. بس خلصنا الركن اهوت، ودي الزباله كنستها على هنا بقى عشان المها واشغل الاولاد معاهم وهم ايه شغالين. ده حمزه اهو قاعد بيذاكر بيقول لكم حطوا لماما لايك. وهبتدي بقى قومته من مكانه عشان خاطر انضف السفره بالمره. هنضف بقى والم كل حاجه كده، وبعدين ايه ابقى اودي كل حاجه مكانها.
هنفض المفرش وهمسح. وليان شايفين ليان بتصلي، التقوى نزلت عليها بتصلي بشعرها. خلاص كده هعدل السفرة وهشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. كل ده انا شغالة وبحفظ عيالي جنبي عشان خاطر برضو ما يفوتهمش الحفظ ويبقوا حافظين القرآن اللي عليهم، عشان ما يجيش مثلا الشيخ يزعق لهم او كده وابقى انا السبب وقصرت معاهم. لا، ما بحبش اقصر معاهم. دخلت حمزة بقى جاب لي المكنسة بالكهرباء عشان ايه اكنس هلم الورق والحاجات الكبيرة كده. دي عينات قماش بتاعت جوزي بتاعت شغله برضو، لقيته معين تحت السفرة. مش عارفة الحاجة يعني مجرد يوم لقيت الدنيا اتقلبت ومش عارفة ده كله حصل امتى. هكنس بقى كده بالمكنسة بالكهرباء من تحت السفرة وحوالين السفرة واي حاجة كده قدامي هجيبها بالمكنسة. طبعا في الصيف ببقى شايلة كل ده، ببقى شايلة السجادة، بيبقى بالنسبة لي كنيس المسيح اسهل من المكنسة بالكهرباء. لكن في الشتا بصراحة ببقى مستغلية المكنسة بالكهرباء ياما وبعمل بيها شغل ياما، فبتبقى نفعاني جدا في الشتا. هرجع بقى الكراسي زي ما هي وهبتدي اكنس برضو السجادة التانية. وشغلت هنا حمزة جنبي وقلت له امسك كده لم شوية الزبالة دولت وانت قاعد كده. وليان لو في حاجة مهمة يا ليان شيليها وراه، شغلي عيالك معاكي يساعدوكي في يوم ضغط زي ده. ايوه بصي على قد ما تقدري. يعني انا امبارح والله يعني سبت لهم اوضه الاطفال ودخلتهم وقلت لهم اقفلوا الباب عليكم علشان انا تعبانه واختكم تعبانه وعايزه اهدي اعصابي شويه كده. انتوا عارفين لما يبقى طفل صغير تعبان فبيبقى موتر الام جامد. تحسي الام لو تعبانه هيبقى ارحم لها من ان هو يكون تعبان. مزنده بقى وبتعيط مش عايزين احطها على الارض. بس الله يكون في عونها. انتوا عارفين العيل الطفل في السن ده بيبقى بيطلع سنان وكده، وكان معاها دور اسهال جامد، فالحمد لله على كل حاجه. لم كده حمزة الورق الكبير والحاجات الكبيره اللي تاثر على المكنسه او تبوظها، ولميت انا وراه بالمكنسه. وهبتدي اجيب الجناب اللي متجيش معايا بالمكنسه بكوع المكنسه. خلاص كده خلصنا وهفرش هنا بقى. وحمزة برضو جاب المصحف بتاعه وابتدى يحفظ. دي الصورة مش عارفة ايه اللي قلبها كده. كده خلصنا الركنة والسفرة والحمد لله كل دوت. وماما ما جابتش جوري الحمد لله لحد دلوقتي. هدخل بقى اوضه الاطفال. هنا بقى ناديت عليهم وكنت ناويه اسيب لكم المقطع دوت، كنت عايزه اسيبه بصوته من غير مونتاج. تعالي لي يا حمزه وتعالي لي يا ليان كده. مش دي هدومك وقلاها امبارح رميها في الارض ليه؟ يلا خدها حطها في الغسيل. المتوسخ حطه في الغسيل والنضيف هاته هنا. مش دي شنطه التمرين ده مكانها. حمزه بقى بيقول يا ماما انت هتقولي للناس كده؟ ماما انت هتطلعي الصوت ده؟ لا يا ماما انا هبقى اروق بعد كده ما تطلعيش الصوت ده. قلت له لا انا هطلعه بصوت ومش همنتجه عشان خاطر ما تعمليش كده تاني. وانت يا ليان دي حاجتك تشيليها، لازم كلنا نعمل كده. والله انا سبت لهم الاوضه ساعتين بس عشان خاطر انيم جوري وارتاح شويه، بس يعني افرغ نفسي بيها شويه. لقيتهم كأن الاوضه دخلت في اعصار. كنت عايزه بقى بالمره اغير فرش السرير بتاعهم. نزلت بقى المفرش القطيفه. انا طول الشتاء بغير ما بين الدفايات دي والمفرش القطيفه. هشيل المرتبه بالمره عشان عايزه اشيل الهدوم الشتوي. كنت لسه سوري الهدوم الصيفي كنت لسه حطاهم على جنب عشان خاطر كان فيه هدوم في الغسيل اللي لسه لماه دوت كانت صيفي. فقلت بقى اشيلهم بالمره والزق الكيسه واحطها تحت السرير. بس برضه مفيش فايده فيهم. يعني انا مديه ظهري ليهم قاعدين يتنططوا على المرتبه. بقلب الكيسه برضه لقيتها مقطوعه من تحت. هلزقها برضه من تحت وهشيلها تحت السرير وانزل الحاجه دي وارجع بقى المرتبه من تحت.
فكرت بقى العيال وقلت اقوم باذني عشان الحق اخلص. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب افرش السرير والمرتبه مرفوعه كده عشان تظبط معايا السرير، عشان زي ما قلت لكم كل مره السرير مزنوق عندي. كده انا عدلته كويس جدا، وهبتدي بقى البس المخدات والبس الشلته او التربيعه واحطها برضو، وانظم بقى ايه اللي فاضل في الاوضه كده واحده واحده. هرجع بقى المفارش والدنيا البايظه دي مكانها برضو هعدلها. هشيل مفرش كده وانفض تحتيه وارجعه تاني اعدله. هنا بقى كان الشيف بتاعهم جه، الحمد لله كنت حفظتهم وكنت روقت بره قبل ما هو يجي. هرجع بقى الكرتونه دي مكانها فوق الدولاب. عملت للشيخ كوبايه شاي وقلت بقى اعمل لي انا كمان كوبايه شاي. هكنس كده الفرشه وبعدين برضو هشيلها انفضها بره، وهكنس برضو بالمكنسه بالكهرباء. عدلت برضو السرير التاني، بس قلت انا يعني صورت معاكم واحد مش لازم اصور التاني. هكنس بقى كويس جدا بالمكنسه والكهرباء. انا كده خلصت، وكان الفيديو شرفت، وكان في ضيوف برضو جولي، فالحمد لله يعني برضو كنت روقت. وحمزه خلص درسه ولقى نفسه تعبان فقال لي نام شويه. الحمد لله هنا خلصت. هدخل بقى ايه على المطبخ اعمل لهم غدا سريع سريع واشغل الضيوف جنب مني. الضيفه اللي عندي كانت اختي وحبيبتي بنت عمتي شوشو. بجد يعني قلت لها بلاش تغسل المواعين، بس هي اللي صممت تغسلهم. قلت لها والله يعني مش هزعلك. قلت بقى احمر شويه مكرونه، وكان عندي ناجتس في الفريزر طلعته برضو وحمرته جنب شويه بطاطس. وده كان غدانا. طبعا انا بحمر المكرونه وبعدين بحط عليها ميه ومرق الدجاج وملح وفلفل اسمر وكده، وبسيبها بقى على النار لحد ما تغلي، وبعد كده اوطي عليها تتشرب كده واحده واحده مع نفسها. هحط بقى الزيت هنا واحمر شويه بطاطس. وزي ما قلت لكم ان شوشو بتغسل المواعين. موقفتش يعني بياخد مني وقت في المونتاج لما بعد صور ياما كده البطاطس على النار والمكرونه على النار وشوشو بتغسل المواعين اهي، وانا بلم حوالين منها المطبخ. الله ينور يا شوشو. وهنزل بقى بالناجتس هو كمان احمره، بينفع جدا في الاوقات ديت. وكده الفيديو معاكم النهارده خلص. وشوشو بس ايه بتشطب الحوض اهي. شطور يا شوشو، تسلم ايدك يا قلبي. خلاص كده هي بتسكش الرخامه، وخلصنا المواعين وروقنا الشقه وعملنا الغدا واتغدينا، ونزلت معاها بقى ايه قلت غير جو، انا تعبت. جميل